لو ما شفتش الجزء اللي فات من الخيميائي المعدني ارجع شوفه وكمل جرعة العظمة. في القسم السابق من حكاية إدوارد عرفنا يعني ايه خيمياء وشفنا قد ايه هي ما بترحمش، وده لما الاخوين إليريك حاولوا يتحدوا المنطق ويرجعوا امهم للحياة بالخيمياء السوداء، بس النتائج كانت كارثية. شفنا كمان رحلة بحثهم عن الحجر اللي صدمتهم بحقيقة سوداء. الحجر مش منقذ، لأ، ده مقبرة معمولة من أرواح بشر حقيقيين. وبعد كده اكتشفنا ان البلد كلها ماشية بمؤامرة مرعبة بيحركها الهومونكولوس من تحت الأرض، وكل ده طبعا بقيادة آمر الجيش كينج برادلي. بعدها الدنيا ولعت والقتالات اشتغلت، برادلي مع لينج وسكار والأخوين والوضع في قمة الجمدان. وفي النهاية ختمنا الجزء اللي فات بقمة الوجع لما وينري وقفت وجها لوجه قدام سكار اللي اكتشفت ان هو اللي يتمها وقتل ابوها وامها، ودي كانت اهم المحطات والاحداث اللي وصلتنا للحظة دي. ودلوقتي يا زميل اظن كلنا جاهزين علشان نكمل باقي الحكاية. كيرلي يقدم القسم الثاني من الخيميائي المعدني. ماذا حدث يا ترى؟ دعونا نرى ما الذي جرى. بنكمل مع إدوارد بعد ما بيهدي وينري وبيطلب من الحراس ياخدوها المكان آمن وهو هيروح يكمل قتال. أما لينج فكان شايل فان وبيهرب بيها، وبرادلي وجلاتوني بيكونوا وراه. بيسمعوا صوت انفجار وبرادلي بيأمر البلاعة البشرية يروح يخلص على اللي عاملين دوشة دول. أما هو بقى فهيخلص على العيال اللي هنا. الأمير مش عارف يروح فين، والبت بتلاحظ إن دمها مغرق المكان، وبالشكل ده يعرف مكانهم. عايزاه يسيبها ويمشي هو، بس الواد بيرفض. نرجع تاني للقتال. الفونسو وسكار نازلين في بعض ضرب يمين وشمال لحد ما إدوارد بيوصل. لسه بيقولوا بسم الله وجلاتوني هو كمان بيظهر في المكان. بيهجم على سكار والواد بحركة واحدة كان قادر يجيبه على الأرض وبيكهربه. بس على مين يا حبيبي؟ ده هومونكولوس ولا كأنك زغزغته حتى. بيقوم يضربه وبيطيره بعيد. لسه هيكمل عليه بس الأخوين بيهجموا عليه. ساعتها بيطلع لينج هو كمان من البلاعة وبيتدخل في القتال. بس ازاي يعني؟ مش لسه كان بيهرب من برادلي؟ ايه اللي جابه دلوقتي هنا؟ هتعرف شويه كده ما تستعجلش. بينط على جلاتوني وبيحط جواه قنبله. الواد بيفرقع. لينج بيطلب من المعدني يديله السلك متين بسرعه، وفعلا الواد بيعمله له. بياخده وبيربط بيه جلاتوني وهو بيتجدد عشان يكون السلك في داخل اللحم وما يقدرش يتحرك. لا الله عليك يا ابني والله. بس يا ترى هو جه هنا ازاي؟ اتاري انه هو بيهرب. البت اخر ما زهقت من الوضع راحت قطع دراعها. بعد كده ربطته في الكلب علشان برادلي يتوه وهم بينزلوا البلاعات عشان يهربوا. نكمل مع الجماعة وفجأة ريزا بتيجي متنكرة بالعربية، بتضرب سكار وبتاخد معاها لينج وجلاتوني وبتهرب من المكان. الأخوين بيبدأوا جولتهم التالتة مع سكار، وساعتها شينج هي كمان بتدخل وبتضرب ألفونسو. هو في إيه يا جدعان في القتال اللي مش عايز يكمل على خير دوت؟ الجيش بيوصل وسكار والبت كده في خطر كبير. ساعتها العيلة الصغيرة بتعمل انفجار دخاني في المكان وبتاخد سكار وبتهرب معاه. بتقعد تعالجه والواد بيفتكر اللي حصل معاه قدام هنري، وان ده بالظبط نفس اللي حصل معاه هو واخوه زمان. الزمن بيعيد نفسه من تاني. بيقرروا يمشوا من هنا علشان الجيش حواليهم. البت بتنادي على الدب بتاعها ومش بتلاقيه يا صاحبي. وايوه بتطلع ناسياه في المكان والاخوين إليريك بيلاقوه. الفونسو بياخده يعتني بيه والعيال بيروحوا لمقر الجيش علشان يقابلوا هنري. بيلاقوا القائد العام برادلي عندها وبيستغربوا ازاي بنفسه جالها لهنا. ما بيدوش اهتمام كبير للموضوع وبيحكي كل حاجه لوينري زي ما وعدها عن الحرب وعن ابوها وعن امها. البت بتفهم كل حاجه اخيرا، بتزعل وكانت بتتمنى لو كانوا بس رجعوا وقتها. العيال بياخدوها للقطر وهناك بيجي لها مكالمه من قريتها. كل الناس اللي هناك كانوا مستنيينها. لما بتشوف منهم الحب الكبير ده بتعرف ان الناس دي هم كمان مستنيين انها ترجع. بتودع الشباب وإدوارد بيوعدها انه مش هيخليها تعيط تاني. المره الجايه اللي هتعيط فيها هتكون دموع الفرح بعد ما يرجعوا اجسامهم. بيقابلوا العقيد اللي بياخدهم ويروح يجيبوا الدكتور نوكس هو كمان علشان يساعدهم. بيوصلوا البيت مهجور في اخر المدينه والدكتور بدأ فعلا يعالج دراع البيت. بيحاولوا يواسوا لينج بس هو كان عامل حسابه على الأسوأ من كده من وقت ما كان بيفكر في السفر. بيجوا يتكلموا بس لينج بيفجر لهم الحقيقة. بيعرفهم ان القائد الاعلى هو كمان هومونكولوس، وانه شاف الوشم على عينه وكمان كان جاي مع جلاتوني علشان يخلصوا عليه. معقول الراس العليا في الدولة يكون هو نفسه الشر المطلق؟ ولكن في وقفة هنا بقى بيقول لهم انه ما حسش منه نفس الشعور اللي كان حسه من جلاتوني. بمعنى ادق يعني تقريبا برادلي
كده في جزء بشري مش مجرد كيان مصنوع زي الباقيين. بيفكروا هيعملوا ايه الاول مع جلاتوني وبيتخانقوا على مين اللي هياخد حجر الفلاسفه. بس الواد اول ما بيسمع اسم الروي ماستنج بيتجنن، ده هو نفسه اللي قتل لاست. بيتعصب جدا والحبل بدأ يتقطع، بيقوم وبطنه بتتفتح وبتظهر جواها عين. العيال بياخدوا صدمة مفجعة وجزء كبير من المكان بيتدمر. ريزا كانت بره ولسه بتفكر تدخل، بس الكولونيل بيمنعها تقرب. الواد في ثانية إلا ثانية بيكون مدمر البيت. وقتها بيقرر انهم لازم يخلصوا على الوحش ده قبل ما يخلص عليهم كلهم، والدنيا ما وقفتش على الحجر يعني. بيستخدم نفس القوة اللي استخدمها قدام لاست عليه، ولكن الصدمة ان الوحش كل النار هي كمان. الله يخرب بيتك، حتى دي ما خليتهاش في حالها. بيمشوا بمبدأ الجري نص الجدعنة وبيجروا. ادوارد بيقول للكولونيل انت ماشي معانا ليه يا عم؟ بيتفرقوا في الغابة والوحش لسه بيجري وراه. ريزا بتيجي تساعده وبتديله شوية وقت، والمعلم كان لسه الجرح شادد عليه. لينج بيستغل الوقت ده وبيروح يجيب فان علشان يمشوا، بس بيلاحظ ان في حاجة بتراقبهم، ولما بيجي يبص تاني للشيء ده بيختفي. بيركبوا مع الدكتور اللي كان زي الندل عايز يمشي، بس رجولته بتنقع عليه فبيستنى باقي العيال. الوحش كان خلاص وصل عند الكولونيل وبيهجم عليه، بس بيكتشف ان ده دمية مش اكتر. بيركبوا مع الدكتور، بس الاخوين ولينج بيقرروا انهم يفضلوا يقاتلوا الوحش ويستجوبوه. روي بيكون رافض في الاول، بس كلهم بيقولوا له انت كحيان ولو قعدت دقيقتين زياده هنموت بسببك. حرفيا يشتغلوا في دعك خواطر لغايه ما اقتنع. وعلى جانب اخر تحديدا في مقر الهومونكولوس بيكون انفي مع الدكتور ماركو بعد ما احتجزوه. بيقولوا له ايه يا عم الحاج، انت مش ناوي تاكل ولا ايه؟ ده انت حتى الدعامه البشريه بتاعتنا لازم تفضل بصحه كويسه يعني. ماركو بيفهم هم عايزين منه ايه. الاوغاد دول عاملين دايره سحريه حوالين المدينه، عاوزين يضحوا بكل سكانها علشان يعملوا حجر الفلاسفه المثالي. يا ولاد انفي بيقول له مظبوط كده، وقدامك حل من الاتنين، يا اما تساعدنا على طول او نخلص على كل سكان قريتك ونضحي بيهم. الدكتور مش عارف يعمل ايه، والواد بيستفزه اكتر واكتر. بيقول له ما تفكر بمنطق يا دكتور، انا بقول ما تساعدناش ونقتل قريتك بالناس اللي بتحبهم، وفي المقابل هتنقذ عدد كبير جدا من البشر. حرفيا اللعب النفسي ده اوسخ من لعب الاكس بي. نرجع تاني للعيال وكانوا حرفيا واقفين مرعوبين، بس الكلب بيظهر من وراهم وبينادي على جلاتوني. بيستغربوا منه، بس الكلب ده بيتحول وبيطلع انفي. ادوارد بيهجم عليه، بس ده بيتفادى ضرباته. بيقول له انا مش جاي في خناق، انا عاوز اخد جلاتوني وهمشي على طول. وكمان بيعرف المبطرخ انه ممنوع عليه ياكل الاخوين او حتى الكولونيل. بس لينج بيكلم انفي بحقد وبيقول له انا حاسس بشعور غريب منك يلا، هو انت في كام واحد جواك؟ انفي بيتصدم وبيقول لي جلاتوني ياكله فورا. الاخوين بيفكروا على طول طالما جلاتوني ممنوع ياكلهم، بيستغلوا الوضع وبيعملوا حاجز يخلوا لينج قدام انفي، اما هما هيهتموا بالبلاعه البشريه. الاتنين شغالين ضرب في بعض، بس انفي بيقدر يمسكه، بس الواد ده مش سهل برضه، بحركتين بس قدر يفلت منه ويقطع دراعه. وعلى الناحيه التانيه الاخوين قدروا يمسكوا جلاتوني، بس ده بيفلت منهم وبيرميهم على الحيطه يدخلهم في معركه تانيه. انفي بيحاول يستغل اللحظه ويهجم على لينج، لكنه بياخد باله وبيقطع رجله. لسه هيخلص عليه، بس ده بيتحول لفان والواد ما بيقدرش يعمل حاجه. الوغد ده لتاني مره بيستخدم الفطره البشريه في المشاعر علشان يكسر اللي قدامه. جلاتوني بيجي ولسه هيبلعه، ولكن ادوارد بياخد باله وبيروح على طول علشان يحميه. انفي كان عاوز يبعده علشان خطتهم ما تبوظش، ولكن ده ما بيفرقش معاه لا اخضر ولا يابس، بيبلعهم كلهم. الفونسو بيتصدم وبيكون عاوز يطلع اخوه، بس خلاص يابا ده بلعهم والبوابه اتقفلت. نرجع بقى للكولونيل. بيوصل هو وريزا عند المركز وبيطلب منها تفضل برا. بيدخل يقابل القائد ريفن وبيتكلم معاه شويه، وبيكونوا في طريقهم علشان يحضروا اجتماع. بيحاول يقول له بطريقه غير مباشره ان القائد برادلي هومونكولوس، وبيدخلوا المجلس بعدها. ريفن بيطلب منه يتكلم عن موضوع ان القائد هومونكولوس، وبرادلي بيطلع له هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ برادلي بيقول له ايه المشكله ان هومونكولوس، ساعتها بيفهم كل حاجه وبيفهم قصد هيوز ان الجيش في خطر. نرجع بقى لإدوارد. بيصحى في مكان مليان دم وجثث وآثار متكسرة، وشكل كده هي دي بطن جلاتوني. بيقوم يدور على أي حد لحد ما لينج بيجيله. بيتأكد إنه الحقيقي مش انفي، والتاني هو كمان بيستفز شوية علشان يتأكد إنه الحقيقي. بيبدأ في استكشاف المكان، وإدوارد بيلاقي دراع أخوه وبيعرف إنه ما اتسحبش معاهم.
بيفضلوا يدوروا على طريق للخروج، بس المعلم بتجيله فكرة، بيعمل فتحة في الأرض وبيرمي فيها عصاية علشان يشوفوا هتوصل لفين، بس دي شكلها هتفضل تقع لحد ما نموت. في الوقت ده بيقرروا يجروا في المكان، هو أكيد ليه مخرج، ما أي حاجة بتدخل البطن مصيرها تخرج يعني. البت شينج كانت لسه برضه مش لاقية الدبة بتاعتها، وبنعرف إن الدبة دي كانت مهملة وعندها مشاكل في النمو من ساعة ما اتولدت. سكار بيسمع قصتها وقصة قريتها وبيقرر إنه يساعدها ويدور معاها. نسيبهم هم في رحلة بحثهم ونرجع للغلابة اللي محبوسين. بيتعبوا من كتر المشي ولينج بيقع، إدوارد بيشيله وبيمشي بيه شوية لحد ما هو كمان بيقع من التعب. فساعتها بيقرروا يرتاحوا في المكان وياكلوا جزمة إدوارد لأنها مصنوعة من الجلد. وبعد ما بيجمعوا لهم شوية طاقة، لينج بيحس بحركة في المكان، وإيه يا جدعان؟ بيطلع إنفي. إدوارد على طول بيقول له ودينا للمخرج يا سعادة الباشا، والتاني بيتخانق معاه علشان بيهين نفسه قدام خصمهم. إنفي بيقول لهم بطلوا صياح انتوا الاتنين، مفيش مخرج من المكان ده أساسا. قصدك ايه يعني؟ هي دي فعلا كلها بطن جلاتوني. ايوه هي بطنه مش بطنه في نفس الوقت. وبعدين يا عم ادوارد، انت المفروض تكون اكتر واحد عارف المكان ده لانك انت عديت عليه قبل كده. الواد بيفكر شويه وبيفتكر بوابه الحقيقه، بس دي ما كانتش كده، التانيه كانت بيضه وكانت فيها بوابه. بيصدمهم وبيقول لهم ان اللي هم فيه ده نتيجه فاشله من بوابه الحقيقه، ابوهم حاول يعملها ولكنه فشل. بمعنى تاني المكان ده لا يمت للعالم بصله، صدع بين الزمان والمكان، والسبيل الوحيد للخروج منه هو ان انت تستنى موتك جواه. العيال بيتصدموا، وإدوارد ما بيكونش همه غير أخوه، هيعمل إيه من غيره؟ بيسألوا عن الأب وهل هو فعلا القائد برادلي؟ ساعتها بيضحك عليه وبيقول له برادلي مين؟ ده مجرد هومونكولوس كحيان. أهو الجملة دي كانت كفيلة تخلي الواد يربط الأحداث ببعضها. المنشأة الخامسة، استعمال حياة البشر، حجر الفلاسفة. الهومونكولوس هم أساس كل حاجة، وده معناه إنهم هم اللي ولعوا الحرب في إيشيبال، هم اللي تسببوا في مقتل أهل وينري وتهجير قريته، وهم اللي خلقوا المنتقم سكار. بيكمل له بيقول له أزيدك من الشعر بيت، أنا اللي بدأت الحرب برصاصة، اتنكرت في شكل جندي بينادي للسلام وقتلت طفل بريء، وساعتها الجندي هو كمان اتحكم عليه بالإعدام. إدوارد بيتعصب وبيقرب عليه عشان يضربه، بس الواد ما بيتهز الشعرة. بيقول له بما إن كلنا هنموت فتعالوا أوريكوا حاجة مثيرة، وساعتها بيبدأ يتحول. لينج بيفهم اللي حصل وبيعرف إن ده مش شكله الحقيقي، وإن وزنه أكبر من اللي باين على شكله بكتير. ساعتها الواد بيتحول من حتة عود قصب لوحش ضخم مليان رؤوس بني آدمين. نطلع بره بطن الواد ده شويه، والواد ما بيكونش عارف يعمل ايه. بيقول لألفونسو ان ابوه لو عرف هيكسحه. ألفونسو كان محتار هو التاني، فبيقول له يوديه لابوه، وفعلا جلاتوني بيوافق. روي بقى كان بيسأل القائد من امتى المنشأة دي وهي تحت حكم الهومونكولوس، وليه ما قتلتنيش لحد دلوقتي؟ والله يا حماده المنشأة دي موجوده من ساعه ما البلد اتعملت، وسايبك عايش علشان انا مستمتع بوجودك مش اكتر. الكولونيل بيحاول يستعطفه بابنه، بس ده ما بيفرقش معاه، وبيقول له ده حتة عيل انا متبنيه، وعلشان تبطلوا ألاعيب البشر دي همسكك من ايدك اللي بتوجعك، وانا عارف انك بتخاف عليها. في الوقت ده في جندي من جنود روي بيروح لريزا، بيعرفها انه جاله قرار نقل للجنوب، ومش هو لوحده لأ، ده هو وكل اللي بيثق فيهم اتنقلوا لمناطق مختلفة وبعيدة عنه. ولسه ما خلصوش كلامهم بيجي مساعد القائد بيديها هي كمان قرار نقل، بس ده الوحيد اللي يعتبر الضربة القاضية، اتنقلت عشان تبقى مساعدة شخصية للقائد برادلي. ضربة في مقتل، وحرفيا مسك روي من ايده اللي بتوجعه. نرجع تاني للمأكولين، والمعدني بيعمل لهم أسلحة، بيروحوا على طول يهجموا عليه، بس دول ولا كأنهم بيزغزغوه، بيردوا لهم بدل الضربة 2، والعيال مش عارفين يعملوا حاجة قدامه. إدوارد بيقوم من تاني وناوي على شر المرة دي، ولكن فجأة بيظهر قدامه راس بني آدم بيقول له انقذني. الواد بيقف مكانه مصدوم من اللي هو شايفه. لينج بيلحقه، فوق يا زميلي مش وقت سرحان، دول مش بشر دول وحوش. أول ما بيفوق الوحش بيغفله وبيقع على الأرض، خلاص الواد مش قادر يتحرك، والوحش فعلا بيبلعه. بيصحى وبيلاقي نفسه جوه جسم الوحش، حجر الفلاسفة قدامه.
اخيرا بعد كل ده في واحد قدامي، بس ايه ده؟ ثواني كده، على طول بيكسر له اسنانه. خرج لي يلا الريحه هنا وحشه، انا عرفت ازاي نطلع من هنا. نروح لسكار اللي بيلاقي ان ماي مع الفونسو بيمشوا وراهم وبيلاقيهم داخلين مكان غريب. بيدخلوا وراهم وشينج بتحس بشعور اغرب وبتعرف ان في وحوش كتيره تحتهم. بالفعل بيطلع ان دول حراس المكان واللي بيقرب من هنا بيشلوحوه حرفيا. بس على مين؟ سكار وشينج قاموا بالواجب معاهم، ضربه من هنا وضربه من هناك وخلصوا عليهم. بس دول عددهم كان اكتر من المتوقع، وفي الوقت ده شينج بيجي لها نفس الاحساس الغريب وبيكون بوجود عدد مهول من البشر اللي ميتين تحتهم. هي البت دي تقرب للينج حاجه ولا ايه؟ نرجع لنا بقى لكام سنه لورا لمعرفه حقيقه قائد هذه الدوله، تحديدا في احد المختبرات عند مجموعه من الاطفال. دربوهم منذ الولاده على انهم يكونوا بلا مشاعر، علموهم كل شيء ممكن، خلوهم يتقنوا كل الفنون القتاليه، واللي كان بيموت منهم بيرموا في الزباله لانه ما يستحقش يكون قائد لحد ما بيوصلوا للخطوه الاخيره. اما ستنجح وتصبح قائدا لهذه الدوله او ستلقى حتفك كمن سبقوك. والخطوة دي هي ضخ حجر الفلاسفة في جسمك، مادة عالية الطاقة مليانة بأرواح البشر. أول ما بتدخل جسمك بتهيج وبتحاول تسيطر عليه، وإما إنك تنجح في السيطرة عليها أو تموت. والوحيد يا صاحبي اللي نجح في السيطرة على الحجر كان هو القائد برادلي. وفي الحاضر تحديدا في الصدع داخل جلاتوني بتكون خطة المعدني انهم ينشئوا بوابة حقيقية اصلية هيدخلوا فيها، وزي ما حصل مع ادوارد وهو صغير هيرجعوا يتكونوا من تاني في عالمهم الحقيقي. الله عليك يا عم الفاجر، ايه الدماغ دي يلا؟ بس هل خطتك دي هتنجح فعلا؟ بيسأل انفي وبيقول له كل سكان اكسيركسس اختفوا واحجار الفلاسفة بتتعامل من بشر. انتوا حولتوا كل سكان المدينة دي لأحجار فلاسفة مش كده؟ بيأكد على كلامه بيقول له ايوه، كلهم اختفوا من الوجود، نسيوا اجسادهم وارواحهم اختفت، وكل اللي في جسمي دول ما هم الا مصدر للطاقة. بياخد حجر الفلاسفة من انفي وبيستخدمه علشان يفتح بيه البوابة، وفعلا بينجح. بيدخلوا فيها وساعتها الحقيقة بتنزل ادوارد المكان في بوابتين. الواد بيستغرب، ولما بيجي يبص بيلاقي قدام البوابة التانية جسد اخوه الفونسو. بيجري عليه عشان يجيبه معاه، بس الحقيقة بتمسكه وبتشده لجوه البوابة. بينادي عليه علشان يجي، لكن الجسد بيرفض، بيقول له انت مش روحي فانا مش هقدر اخرج معاك. البوابة بتتقفل وإدوارد مش بيستسلم، بيرجع يفتحها تاني وبيوعده انه هيرجعه مهما كان الثمن قريب جدا. في مكان تاني وتحديدا عند ابو الاخوين إيلريك هوهنهايم، بتجيله البت دي وبتتكلم معاه وبتعرفه انه كان غلطان في اللي عمله في مقابلته مع ابنه، وانه كان المفروض يعامله كأب حقيقي وقتها، مش كل حاجه هياخدها بالمنطق بتاعه خلاص. لكنه مش بيهتم وبيعرفها انهم عملوا اللي عملوه بايديهم، والذنب ذنبه لازم يتحاسبوا عليه. بس ثواني كده، هو شكل الراجل ده مش بيفكركوا بحاجه؟ مش هو ده نفسه ابو الهومونكرس؟ ساعتها بيجيله شخص بيكلمه عن البشر وقد ايه الناس دول اغبياء ويستحقوا الموت، وطالما هم ملهمش نفع في الحياة يبقى لازم نستخدم حياتهم لصالحنا. وقتها بيتضح لنا ان كل اللي فيه ده من شوية كان مجرد حلم، وان الراجل مضطرب نفسيا مش عارف يقف في صف الهومونكروس ولا يقف في صف البشر. شكل كده الراجل ده وراه موضوع كبير جدا. نرجع تاني لألفونسو جلاتوني، واللي اخيرا وصلوا لمكان الشخص المجهول. بيخرج لهم ألفونسو بيفتكروا ده هو نفسه ابوهم. فجأة جلاتوني بدأ يتشنج وبطنه بتتفتح والبوابة هي كمان بتفتح. العيال اللي كانوا في بطنه بيخرجوا، وده معناه ان خطة المعدني نجحت. ألفونسو بيتبسط ان اخوه رجع من تاني، والواد بيقوم يبص على المكان حواليه. الاب بيجيله، كان متفاجئ ان في شخص قدر يخرج من بطن جلاتوني. ادوارد بيتصدم، ده هوهنهايم، بس الراجل ده بيكون مهتم بيهم اكتر من اهتمامهم بيه. بيقول له هو انتوا بقى الاخوين إيلريك مش كده؟ انت ملخبط بيني وبين حد تاني ولا ايه؟ بيعرفوا انه شبه هوهنهايم. اوعى يكون قصدك على الاسطوره فان هوهنهايم. ازاي تقارني بالشخص ده؟ انتوا ايه علاقتكم بالشخص ده اصلا؟ بيعرف ان ابوهم. بيتفاجئ وبيقول على كده مستحيل يكون ميت، بس دول بيخنقوه، انت مين يابا وايه علاقتك بالشخص ده وازاي شبهه قوي كده؟ ولكن ده ولا كأنه معاهم. بيروح في ثواني يصلح درع الفونسو المقطوع، وبيصلح العظم المكسور جوه جسم ادوارد. ازاي كده؟ بمجرد حركة ايده صلح الدرع وصلح الاضلاع، وده معناه ان مبدأ المقايضة المتبادلة اتكسر. ركزوا يا جدعان، لانه ما استخدمش حاجة قصاد اللي هو عاوزه. فجأة لينج بيتكلم وبيكون مرعوب، بيقول له انت مين
تاني يلا، انتوا عمر ما يكون ده شكلك الحقيقي مش كده. الاب بيبص له وملامحه بتتغير، بيأمر جلاتون ان ياكله. العيال بيحاولوا يدافعوا عنه بس ده ما بيهتمش، بيقول لهم البشر مجرد حشرات، اما انتوا مهمين بالنسبه لي، حافظوا على نفسكم لحد ما نحتاجكم. الاخوين مش بيهتموا وبيهجموا عليه على طول، بيقدروا يربطوه لكن الاحبال بتتقطع من غير ما يتحرك. انفي بيهجم وبيتفادوا هجومه، بيحاولوا يهجموا عليه تاني بس ولا حاجه بتنفع قدامه. بحركه واحده منه خلاهم يفقدوا قدرتهم على استخدام الخيمياء، وانفي بيقدر يمسك لينج. بس الاب بيعجب بمهاره لينج، بيقول له انت هتبقى تابع كويس ومفيد بالنسبه لي. بتطلع له عين تالته وبيصنع منها حجر الفلاسفه. محدش بيكون فاهم حاجه بس انفي بيعرفهم انه هيصنع هومونكوروس. بيتصدموا من اللي بيسمعوه، وبيكمل انه هيزرع الحجر جواه، ولو قدر ينجو من قوته هيتحول لهومونكوروس باساس بشري. اما بقى لو فشل فسيلقى مصرعه، وده بالظبط اللي كانوا بيعملوه مع برادلي في الاكاديميه السريه. ادوارد بيحاول يفلت علشان يساعده ولسه هيستخدم المسدس، بس انفي بيشكل له شويه بشر كده والواد ما بيقدرش يعمل حاجه. في نفس الوقت لينج بيمنعه انه يتدخل لانه في الاساس جه هنا علشان ياخد حجر الفلاسفه، ودلوقتي هم هيديهوله بكل سهوله. فعلا بيحصل على الحجر وبيتلوى من ألم قوته، وفجأة بيظهر في مكان غريب مليان بالأرواح. بيقابل كيان غريب ومرعب، بيعرفه انه جاي هنا علشان يستعين قوته ومستعد انه يضحي بنفسه وبجسده مقابل ده. الكيان بيستغرب المعتوه اللي جالي على طبق من ذهب دوت، وده لان في العادي الناس بتقاوم وبتحاول تفرض سيطرتها على الجسم، بس الشخص ده مختلف. وبالفعل بتتم عملية صنع الهومونكوروس بنجاح، ولكن الشخص اللي صحي ده ما كانش لينج، لأ ده كان شخص مختلف في جسده ويدعى جريد، ومش هو نفسه جريد القديم. لأ العيال ما بيكونوش مصدقين اللي شايفينه، وفي نفس الوقت ده سكار بيدخل عليهم بيفهم الوضع. جلاتون بيهجم عليه وشينج بتروح تحرر الأخوين من تحت ايد انفي. ادوارد بيقرر يستغل الوضع وبيكلم سكار، بيقول له لو عاوز تعرف الحقيقة عن ايشيبال ومين اللي ورا موتهم فشايف الوحش اللي هناك ده هو اللي ولع الحرب وكان متنكر بشكل جندي، اما العجوز اللي هناك دوت فهو العقل المدبر. عاوزك تعيش معاهم يا صاحبي. سكار ما بيكونش مستوعب حاجة، بس كل اللي بيعرفه انه لازم يطلع عين كل اللي قدامه. جلاتوني بيهجم بس ده بيدعكه من غير ما يتحرك حرفيا. ازاي كده؟ الشخص ده بيستخدم الخيمياء والمفروض ان الاب حاجب استخدامها في المكان. بيطلق طاقة كبيرة في المكان، الاب بيروح له وبيقول له انت بتستخدم الخيمياء فعلا، بس ازاي كده؟ الواد بيحاول يضربه لكن ده ما بيتأثرش، وبحركة واحدة منه خلت سكار يرجع بسرعة والا كان هيموت حرفيا. وبما انها خسرانة الفونسو بياخد شينج معاه وبيقرر يهرب من المكان. سكار وراه بيسأله انت ليه بتساعدني؟ رد عليه والله انا لو عليا عاوز اقتلك معاهم بعد اللي عملته في اهل البيت، بس معانا بنت صغيرة دلوقتي ولازم ننقذها. فعلا بينجح في الهروب والفونسو بيسلم نفسه، وعلى الناحية التانية ادوارد بيكون في مواجهة جريد، بيحاول يرجعه لوعيه بس ده لا حياة لمن تنادي. اول ما بيفكروا بفان الواد وكأن ذاكرته بترجع لثانية، ولكن بيرجع كجريد من تاني وبيمسكه. بياخد الاخوين إلريك لمقر الجيش تحديدا عند كينج برادلي. الكولونيل كان قاعد معاه بيعرفهم اللي حصل مع جنوده. بعدها العيال بيفهموا كل حاجة، بيقرروا انهم يسيبوا الجيش بعد ما رسخوا حياتهم انهم يبقوا كلاب للجيش. كل ده كان علشان يقدروا يعملوا ابحاثهم، بس واضح كده ان الجيش نفسه هو كان الشر اللي لازم يحاربوه. القائد مش بيعترض على قرارهم، بيقول لهم انهم مهمين بالنسبة لهم، واكيد هم كمان عندهم شخص عزيز عليهم. كان اسمها ايه يا ترى؟ وينري مش كده؟ اتولدت في ريزن بول وشغالة ميكانيكية أطراف آلية. بيفهموا التهديد في ساعتها. إدوارد بيتعصب وبيقول له لو لمست شعرة منها أنا هدعك واحد ورا التاني. القائد رد عليه والله لو رجعت عن اللي في دماغك وقتها هفكر في الموضوع. بالفعل بيرجع عن القرار ده، والفونسو بيعرفوا انهم هيكملوا تدوير على طريقة يرجعوا بيها أجسادهم، وكده كده هم متراقبين. القائد مش بيعترض، بس قبل ما يمشي بيرشق سيف في جسمه بس مفيش حاجة بتحصل. أول ما بيخرجوا العيال بيترعبوا لأن ماي كانت جوه جسده. بيطلعوا على أقرب تليفون يطمنوا على وينري، ولما بيلاقوها بخير بيطمنوا. بعد ما بيخلصوا المكالمة جريد بيجي لهم وبيديهم ورقة لين
كان كاتبها وعايزهم يوصلوها لفان. بالفعل ألفونسو بيروح للدكتور نوكس علشان يعالج ماي ويدي رسالة لفان، بتقرأها وبتفهم انه قدر يحصل على حجر الفلاسفة. بس ألفونسو بيعرفها اللي حصل له وانه مبقاش لينج، دلوقتي واحد من الهومونكولوس مسيطر عليه. على جانب آخر برادلي بيروح لجريد بيسأله عن حال جسده وبيقعد يتريق شوية على لين وكلامه عن الملك والشعب. بس فجأة جريد بيرد عليه بيقول له إياك تستخف بينا احنا البشر. برادلي بيتصدم، جريد بيقول له انه ده كان هيكون رده لو هو اللي متحكم في الجسد، هو حاليا بيحاول يستغل اي فرصة علشان يرجع التحكم. برادلي قال له عاوز يسيطر على وحش؟ قد ايه البشر طماعين، لا وانت صادق ما كانش جسمه يعني. نروح للعقيد بيقابل الملازم والرائد ارمسترونج بيعرفوا على كل حاجة عن الحقيقة وراء الحكومة وهذه الدولة. الرائد بيتصدم، بيقرر انه يساعدهم في اي حاجة حتى لو ده هيكلفه حياته، لانه في الاساس كان شاكك في وضعهم من وقت حرب ايشيبال وعاوز يكفر عن ذنوبه. نرجع تاني لبيت الدكتور نوكس لما فجأة شينج بتدخل على ألفونسو وفان وعلى طول بتهجم عليها. فان بتتفادى الضربة وبيطلع ان في بينهم عداوة والاتنين جايين هنا بحثا عن حجر الفلاسفة. الدكتور بيجي يديهم كلمتين في جنابهم وبيقول لهم الزموا سريركم يقتلكم انتوا الاتنين، مشاكلكم دي تحلوها برا. بس يا ترى هو ايه قصتهم؟ هنعرف كل حاجة بعدين شوية. وفي مكان تاني عند إدوارد بيساعد شوية مدانين باستخدام الخيمياء وبيستغرب انه قدر يستخدمها مرة تانية. بيفتكر اللي حصل في المعركة وازاي هو واخوه ما قدروش يستخدموا الخيمياء وقتها بينما سكار والبنت اللي معاه قدروا. هل دي خيمياء مختلفة عن اللي يعرفوها؟ هل في طريقة يرجعوا بيها جسد ألفونسو ويواجهوا بيها ذلك الهومونكولوس من غير حجر الفلاسفة؟ نرجع بالماضي كام سنة لورا. روي ماستنج قدام معلمه بعد ما بقى جندي في الجيش، بيحاول يقنع معلمه انه ينضم لهم، بس المعلم بيرفض انه يبقى كلب للجيش زيه. بيقول له كويس اني معلمتكش فن خيمياء اللهب وعلمتك الاساسيات، بس حتى شخص زيك ما يستحقش يتعلم الاساسيات. روي بيقول له انه يقدر يكمل ابحاثه لو بقى خيميائي دولة، بس المعلم قال له ان الخيميائيين بيكرسوا حياتهم كلها لاجل ابحاثهم، وانا ابحاثي خلصتها من وقت طويل. أقوى خيمياء موجودة على الأرض وهي سلاح ذو حدين. أنا وصلت للي عاوز أوصل له من زمان. وهو بيحتضر في الوقت ده بيوصي على بنته لأنها معاها كل أبحاثه، وبنته دي هي ريزا. نرجع تاني للحاضر. سكار بيلاقي الدكتور ماركو محبوس، بينزل علشان ينقذه. الدكتور بيعرف إنه من إيشيبال، بيطلب منه يقتله لأنه كان واحد من اللي شاركوا في دمارها. بس يا ترى إيه اللي حصل بالظبط وليه أصلا هاجموا إيشيبال؟ نرجع بالزمن كام سنة لورا في مدينة وسط الجبال الصحراوية. سكانها عايشين حالهم حال نفسهم، مش معترفين انهم تبع اي دولة لحد ما جه اليوم المشؤوم. اليوم اللي بدأ بطلقة كانت كفيلة تغير كل حاجة. السكان انقلبوا، بدأوا حرب أهلية استمرت ل7 سنين لحد ما القائد برادلي أصدر قرار. ورقة واحدة كانت كفيلة تدمر كل حاجة، قرار إبادة إيشيبال. الجنود كلهم اتحركوا لهناك وبدأوا يخلصوا على كل اللي قدامهم متظاهرين، شيوخ نساء أطفال، كل اللي قدامهم. الجنود حتى ما كانوش فاهمين هم بيقاتلوا ليه، ايه سبب كل ده. المكان هناك بقى عبارة عن دم وصريخ وصويت وريحة جثث. بعدها خدوهم على المعمل السري علشان يستخدموهم ويصنعوا بيهم حجر الفلاسفة. وفي الآخر الحجر ده وقع في ايد زولف جي كيمبري الخيميائي القرمزي. الشخص ده كان مهووس بالقتل وبيستمتع بيه. بمجرد ما سيطر على الحجر مجريات الحرب اتغيرت وأباد المكان عن بكرة أبيه. لحد هنا خلصت الحرب والجنود رجعوا منتصرين من جانب، ولكن على الجانب التاني خسروا أرواحهم ومبادئهم. نرجع للحاضر وتحديدا عند إدوارد اللي بيكون راح عند ريزا وبيديها سلاحها، بيخليها تحكي له عن كل حاجة حصلت في إيشيبال. بيخلص من عندها ويروح يحكي الكلام ده لأخوه، بيفكروا هيتصرفوا ازاي، وساعتها بيفتكروا سكار وماي وازاي كانوا بيقدروا يستخدموا الخيمياء وقت ما كان الأب موقف تفعيلها. في الوقت ده بيقرروا انهم يروحوا يقابلوا ماي ويعرفوا منها سر الخيمياء دي وازاي هي مختلفة عن اللي يعرفوها. في اليوم اللي بعده بيكلموا الدكتور نوكس يسألوا عنها وبيعرفوا منه انها مشيت وما قالتش رايحة فين.
وبيبدأوا في رحلة البحث عنها. وعلى جانب آخر الكولونيل بيكون قاعد بيفكر هيعمل ايه بعد ما كل اللي يعرفهم بقوا بعاد عنه، وفي الوقت ده بيطلع ورقة من قطعة الشطرنج. بس يا ترى هي ايه الورقة دي بالظبط؟ هنعرف كل حاجة قريب. اخوين اللي بيكونوا لسه بيدوروا عليهم عن طريق الدب اللي مع ماي، بس في الاخر ما بيلاقوش حاجة. بيقابلوا الكولونيل وبيطلبوا منه يساعدهم، بياخد منهم الصورة وبينزلهم عند الدكتور نوكس، وهو بيكمل لأحد الأماكن. هناك بيطلع الورقة اللي طلعها من قطعة الملك وبيديها للست دي والتي تدعى كريسماس. الست أول ما بتشوف الورقة بتبتسم، وفي الوقت ده بيجي اتصال الجنرال جرومان من تلك السيدة. وبكده فهمنا إن روي طلب مساعدة الجنرال، وشكله كده ناوي على دمار. نكمل مع أبطالنا. أول ما بيدخلوا عند الدكتور بيكون هناك شخص عجوز وغريب، والشخص ده هو جد فان. بيعرف منها اللي حصل وإن لينج خسر نفسه وهي خسرت دراعها. بيضربها بيقول لها بقى عامله لي نفسك فيها من المختارين وانت مش قادره تحمي الامير. الكل واقف مصدوم، بس الجد بيرجع تاني يمسك ايدها وهو بيعيط. ايوه زي ما انت شايف كده، احيانا الضرب بيكون مش وسيله للتعذيب، انما وسيله عن تعبير الحب والخوف. بياخدها معاه وبيشكر الاخوين، والدكتور بيقول لهم انه هيتصرف وهيشفي دراعها بمعرفته بدل ما يورط وينري. بيسيبهم وهو بيتوعد انهم هيرجعوا تاني وهيرجعوا الامير لوعيه ومعاهم ما يلزم لتحقيق الخلود. في مكان آخر وتحديدا في السجن، كيمبري المساهم الأكبر في دمال إيشيبال بيجيله إخلاء سبيل، وده كان بأمر مباشر من القائد. ولما بيخرج بيقابل إنفي المتنكر وبيعرف إنهم محضرين له مهمة. ومش كده وبس، لأ دول مجهزين له كمان حجر فلاسفة إضافي شكلها هتولع. نرجع بقى لسكار اللي كان مع الدكتور ماركو. بيكون لسه ما قتلهوش علشان حس بالندم، وفي نفس الوقت هو كان خيميائي دولة ماهر. في نفس الوقت ده ماي بتكون وصلت، ولكن فجأة وبدون سابق انذار سكار بيمسك ماركو يشوه له وشه، وده علشان محدش يعرفه، وهو شويه تبريد لدمه اللي اتحرق على اهله. في اليوم اللي بعده بتكون ماي في محطه القطر بتخبط في ست عجوزه شكلها مريب. ماي بتتاسف لها وبتعرفها انها تتجه ناحيه الشمال. بتسيبها وتاخد شخص ملثم معاها وتمشي. وفي مكان تاني تحت الانفاق سكار بيكون معاه شخص ملثم هو كمان وبيهربوا من الجيش. بيكسر السقف عليهم وبيجري، بس يا ترى مين الدكتور ماركو فيهم ومين الشخص التاني ده؟ الأخبار بتوصل لكيمبري، وبيكون مهمته من القائد برادلي إنه يخلص على سكار بأي تمن. بيحلل معطياته ويستنتج إنه متجه للغرب. في طريقه للمترو بيحس بحاجة غريبة اتجاه نفس العجوز دي، بس ما بيهتمش. أما الست دي بقى فبتتجه للمقابر عند الكولونيل روي. بيتكلموا شوية وبيعرف إنها الجنرال جرومان بس متنكر. بيعرف منه كل اللي حصل وحقيقة هذه الدولة، وبيقول له إن ريفن عرض عليه جيش خالد ولكنه رفض. بعد ما رفض بعتوه للمنطقة الشرقية. باختصار أي حد يرفض يكون تحت سيطرتهم بينفوا على طول. بيكمل إنه بعد الفوضى اللي حصلت في اليور بعد ما المعدني كشف الكاهن، الجيش الشرقي اتدخل وسيطر على الموقف. بس بعد فترة جيش سنتورال قرر يبعدهم واتدخلوا هم من بعدها. المنطقة اتحولت لدمار وحرب وقتل، وشكل كده عندهم خطة أكبر من تخيلهم. جيرمان بيلاحظ الورقة اللي فيها صورة الدب مع الكولونيل وبيعرفوا هم رايحين فين. أما احنا نروح عند الأخوين اللي بيكونوا رايحين للمكتبة علشان يدرسوا خيمياء المنطقة الشرقية، ولكن كل ده بدون فايدة، وكل المعلومات اللي موجودة مجرد معلومات سطحية. حلهم الوحيد انهم يروحوا لدولة ين ويدرسوا هناك، بس مع ايد ادوارد مش هيقدروا يعدوا الصحراء. وفي وسط التفكير ده الرائد ارمسترونج بيجيله وبيديله رسالة من الكولونيل عن مكان توجه ماي، بس قبل ما يتحرك بيديله رسالة تعريف. بيقوله الرسالة دي مش هتكون مفيدة قوي، بس انت لازم تقابلها، المسؤولة عن حماية الحدود الشمالية، قائدة جيش دراكوما والمعروفة بالجدار الشمالي لبريغز، اللواء ارمسترونج. بالظبط يا عزيزي، هي اخته. سكار في الوقت ده كان متحاصر، لكنه بيقدر يهرب منهم للقطار المتجه للغرب، نفس الكلام اللي كيمبري حدده. بس لما القطر بيوصل سكار بيكون اختفى، وبيعرف انه قدر يهرب للمرة الثالثة. بس المرة دي قفش خطته. الواد ده هرب بين الجبال، والمكان الوحيد المتاح قدامه هي المنطقة الشمالية. كل اللي كان بيعمله ده كان تمويه علشان ما يعرفوش مكانه، بس على مين؟ ده كان من اقوى الناس في الجيش. نرجع للاخوين إلريك. ادوارد بيروح يعرف اخوه انهم لازم يتجهوا للمنطقة الشمالية. بيلاقي معاه شريم ابن القائد برادلي. بيتكلموا معاه شوية، ومن طريقتهم في الكلام بيعرفوا ان القائد مش قايل لهم انه منكروس. بيستغل طيبتهم، واول ما جابوا سيرته حضر وهددهم بطريقة غير مباشرة انهم ما يحاولوش يلعبوا بديلهم او يحاولوا يعملوا اي حاجة. فبيقرروا يسيبوا
بيسيبوا المكان من سكات خوفا على وينري وبيبدأوا في رحلتهم للشمال. نستكمل مع كيمبري. بيحصر القطر اللي عليه سكار ولكن بيتفاجأ انه مش موجود. بيقعد يدقق ويبحث لحد ما يكتشف حاجة غريبة في الخريطة، طريق جبلي مغلق ومؤدي للشمال. بيسأل الجنود عليه فبيعرفوه ان ده كان طريق نقل خشب، ولكن بسبب الانزلاقات الصخرية الكتير الطريق ده اتقفل. وفي نفس الوقت ده بيجيله اخبار عن وجود مشتبه بيهم حوالين ضفة النهر، وبكده اتأكدت شكوكه. سكار من الاول كان هدفه الشمال وكل اللي بيعمله ده كان تمويه مش اكتر. بيروحوا لمكان الجبل وبيلاقوا علامات التحويل، ده معناه ان خيميائي عدى من المنطقة دي، ومن غيره سكار هو اللي ممكن يعمل كده. بيطلب من الجنود كلها تروح الشمال، وده نفس الوقت اللي كان الاخوين إلريك وصلوا فيه للشمال، وشكلها كده هتقلب مجزرة. كيمبري بيوصل مع جنوده وبيبدأوا التحقيقات. بتوصل معلومات ان سكار والملثم اللي معاه شافوا على قطر عسكري، بس كيمبري ما بيوقفش القطر وبيقرر يروح وراه، عاوز يلعبه في ملعبه ويشوف اللي مجنن الحكومة ده قوته عاملة ازاي. بالفعل سكار كان مستخبي في واحدة من الكباين لحد ما كيمبري بيظهر جنبه بقطر عسكري. بينزل من هناك وبيدخل له، ولكن المفاجأة بيلاقي الملثم لوحده، أو على الأقل اللي كان مفكره الدكتور ماركو، وكل ده طلع تمويه في الآخر. سكار بينط عليه وبيبدأوا قتالهم أخيرا. كل واحد فيهم شايل حقد وكره للتاني لأسباب مختلفة، لكن مشاعر وغضب الإيشيبالي تغلبت على قوة كيمبري، وبضربة بيفجر نص القطر. المعلم بيتصدم وبيحاول يستفزه، بيقول له أنا فاكرك أنت كنت واحد من كهنة إيشيبال. تصدق بتفكرني بواحد إيشيبالي بنضارة كده، كان شكلك برضه كان بيتألم وبيتعذب وهو بيموت. ما تقولش هو انت اخوه؟ بينجح في خطته، بس اللي ما كانش عامل حسابه ان سكار قوته اكبر مما يتخيل وبيقدر يفجره. بيفكر هيعمل ايه في الموقف ده وهو لسه بطيء من وقت ما كان في السجن، اما سكار بيحارب من زمان. في خلال ما هو بيفكر سكار بيرمي عليه عصايه بتخترق جسمه. الله عليك يا ابني والله. بيروح علشان يخلص عليه، وكيمبري للمره الثانيه ما بيقدرش يوقف نفس الإيشيبالي، ولكن على اخر لحظه بيستخدم الخيمياء ويكسر القطر من تحت ويفصل بينهم. استناني يلا، الرجعة قادرة. المرة اللي جاية أنا اللي هكون المنتصر وهنخلص القصة دي. نروح بقى للأخوين بعد ما عرفوا مكان قلعة الشمال وبدأوا في رحلتهم. السواق سأل إدوارد أنت هتدخل وسط التلج بالطرف الصناعي ده ومش خايف عليه؟ بس الواد ما كانش فاهم قصده، قرر يتجاهله. بيفضلوا يتمشوا لحد ما فجأة بيطلع عليهم شخص من الجيش ويبدأ يهجم. العيال بيحاولوا يصدوا هجومه، والطرف الصناعي بتاع الشخص ده كان أقوى كتير من بتاع إدوارد. بحركتين بس قدر يثبت ألفونسو في الأرض وبيرجع لإدوارد. بيقول له ايه الدراع اللعبة اللي انت جاي بيها دي وسط المنطقة الثلجية؟ أنا أخلص عليك يا جاسوس. الواد بيحاول يقنعه إنه مسالم ومن الجيش، بس ده لا حياة لمن تنادي. نازل فيه طحن، وحتى إدوارد ما قدرش يستخدم قوته علشان دراعه معدن. ألفونسو بيرمي راسه ويثبت بيها دراعه، بس فجأة المكان كله بيتحوط بالجيش والمخفي ظهر. قلعة المنطقة الشمالية بريغز. بتخرج منها ست كده، وأيوه هي دي أخت الرائد أرمسترونج، الجنرال ميرا أرمسترونج. بتخلي بوكانير يسيبهم، وإدوارد بيعرفها إنه جاي بتوصية من أخوها ومحتاج مساعدتها. بتفتشه وبتاخد التوصية تقطعها وترميها بعد ما اتأكدت إنها من أخوها. بتعرفه إنها مش مهتمة بتوصية حد، لأنها بتحكم على الناس بعينها، وكل الأشخاص بالنسبة لها سواسية. وكمان انسوا إن عاملكوا كأطفال، لأن هنا البقاء للأقوى. بيدخلوا الحصن، وعند الدكتورة بتعرف إدوارد إنه كان هيتصاب بتقرحات برد بسبب الطرف الصناعي، وده لأن الأجواء هنا محتاجة إن الطرف الصناعي يكون مصنوع من خامات معينة، خفيف ومرن زي اللي مع بوكانير كده، على عكس اللي معاه اللي مصنوع من حديد. بيخلصوا بيروحوا للجنرال ميرا. ها بقى يا كتاكيت، جايين في ايه كده؟ وكمان من غير امر من القياده، انا عاوز اعرف كل حاجه، ولي درعك انت كمان فاضي كده. بيترددوا شويه وما بيكونوش عاوزين حد يعرف حاجه غيرها، بس مساعدينها بيرفضوا يخرجوا من المكان. الفونسو بيكلم اخوه بيقول له الولايه دي شكلها مجنونه يابا، احنا هنعرفها عن رحلتنا بس وجايين هنا ليه، اما القائد والحاجات اللي بتحصل في سنترال هنركنها على جنب دلوقتي. بالفعل بيعرفوها قصتهم وبحثهم عن ماي وعن الفنون التطهيريه. بتوافق تساعدهم لان هي كمان مهتمه بالخيمياء. الواد بيحاول يعرفها ان الفنون دي مجال طبي. بتقول له اخرس يا حماده، انتوا شويه كلاب في قلب العاصمه، اما احنا هنا اللي بنحميكم من دراخما، وانا بحاجه لاي تقنيه تساعدني على الحفاظ على امن بلدي. وانت يا عم مايلز خد العيال دي شوف لهم شغلانه هنا لحد ما نلاقي البيت دي، احنا مش فاتحينها سبيل هنا. وهي ماشيه مع الرائد بتتعاطف مع العيال، بس في نفس الوقت بتكون متاكده انهم مخبيين سر ولازم تعرفوه.
الست دي مش سهلة برضه يا جماعة. نرجع للأخوين ومايلز وهم قاعدين بيسألوه هو ما بيردش، لحد آخر ما بيزهق منهم بيقلع نضارته وكانت الصدمة. ده طلع إيشيبالي. ازاي كده؟ مش المفروض الإيشيباليين كلهم ماتوا في الحرب؟ أنتم يا أهل العاصمة قد ارتكبتم جريمة بحق أسلافي في إيشيبال. إدوارد قال له وانتوا يا أهل إيشيبال دمرتوا ريفنا وصاحبك قتل أهل صاحبتي. مايلز ضحك وقال له روق كده مال، أنا بس بفك الجو معاك. ففي الأصل هو ما يعتبرش إيشيبالي أصلي، إنما ورث لون البشرة والعيون من جينات جده، وفي وقت الإبادة كان اترقى هنا وبقى مساعد الجنرال، بس ما كانش عاجبه اللي بيحصل في وطنه، وفي نفس الوقت مستغرب من عدم تصفيتهم ليه. بس ده ببساطة لأن الجنرال ميرا لا بتهتم انت جاي منين ولا أصلك ايه، كل اللي يهمها ان اللي حواليها يكونوا أوفياء وهمهم على وطنهم. بيوصلهم على المكان اللي هيشتغلوا فيه، وهناك بيقابلوا الملازم فالمان، بياخدهم لفة في المكان ويوريهم أسلحة بريجز الحديثة. لكن فجأة المكان بدأ يتهز والأرض بتتكسر. هوبا، بيخرج منها وحش، ومش أي وحش لأ، ده هومونكروس. الوحش ده ما كانش على لسانه غير كلمتين: الحفر وبكره الألم. الأخوين بيحاولوا يفهموا مين ده وجه هنا ليه، بس ده ولا في الدنيا. وقتها بيضربوا جرس الإنذار والجنود بيحاولوا يضربوه، ده ولا كأن شوية هوا خبطوه. بتيجي الجنرال تديله واحدة بالبازوكة تزغزغه، فبتقرر تستخدم أسلحتها الجديدة، وبوم أول طلقة يا دوب بتأثر في جزء بسيط منه بيرجع يتجدد من تاني. الكل مستغرب، بيحاولوا مرة ورا التانية بس ده جبل ما يهزوش ريح. إدوارد بيعرفها إن اللي بيعملوه ده مش هيأثر فيه، بتحاول تفهم منه هو يعرف الكائن ده إزاي وعنده المعلومات دي منين، ولكنه بيرفض يقول لها هتعرفي كل حاجة بعدين يا حلوة، بس أنا مش عايز الناس اللي هنا يموتوا. فبتقرر تثق فيه المرة دي وتغير الخطة، والمرة دي ناوية للوحش ده على نية. بوكانير بياخد الشباب للبوابة رقم 8 ومعاهم مادة غريبة، أما الجنرال وباقي الأتباع بيروحوا يزقوا الوحش ناحية الأسانسير ويطلعوه. أول ما بيوصل بوكانير بيغربله على الأرض والعيال بيرشوا عليه المادة الغريبة دي، بس هيطلعوا لبره إزاي؟ هوب لسه ما فكروش وباب الأسانسير بيتفتح. الجنرال داخلة بالدبابة. الله، الولاية دي مجنونة حرفيا يا رجالة. بتديله طلقة ذخيرتها بتخلص والباقي بيروحوا يكملوا عليه، وأخيرا بيخلصوا منه. بس يا ترى هو إيه اللي عملوه ده بالظبط؟ أتاري اللي كبوه عليه ده وقود خاص معمول للطقس البارد، وبمجرد ما جسمك يتعرض للطقس ده بيتجمد حرفيا. أول ما معركتهم الصغيرة دي بتخلص الجنرال بتأمرهم يحبسوا الأخوين، وده لحد ما تعرف منهم كل حاجة وعن حقيقة اللي بيحصل ده. بيجي لهم بعدها أخبار عن وجود الخيميائي القرمزي بيتعالج في مستشفى الشمال، وده بعد ما كان في قتال مع الإيشيبالي سكار. الجنرال بتستغرب ازاي الشخص ده خرج من السجن أساسا، وللقائد ولا المهمة دي وما بتكونش مرتاحة لأي حاجة بتحصل. نروح احنا نزور المريض الغلبان في المستشفى وناخد في ايدينا الجنرال الريفين، بيجي يطمن عليه ومعاه ضيف غريب. كيمبري بيطلع له الأحجار وبيقول له ما تقلقش يابا، الأحجار لسه موجودة اهي. الجنرال رد عليه وانا معايا طبيب خيميائي عن العملية. على جانب آخر تحديدا عند مايو الدكتور ماركو بيوصل أخيرا لمكان المذكرات. الدكتور بيسألها عن الفنون التطهيرية وتحديدا تقنية نبض التنين. بتقول له باختصار ان ده يسمى بتشيل أرض، ودي الطاقة اللي بتخرج من الجبال في هيئة أنهار بتغذي الأرض، وبمجرد ما تفهم هي بتدخل وتخرج ازاي هتقدر تتعامل معاها وتستخدمها على أي سطح وأي كائن. بتوريه مثال عملي عن التحويل عن بعد وكمان تدفقات الطاقة في جسده. المرة دي هي اللي بتسأل طالما انتوا مش بتستخدموا نبض التنين امال بتستخدموا الخيمياء ازاي يعني؟ وببساطة احنا يا ستي بنستخدم طاقة حركة قشرة الأرض بتطلع كم هائل من الطاقة، بس هي بتقاطعه وبتقول له غلط، في حاجة مش مظبوطة حسيت فيها من وقت ما جيت البلد دي، وتحديدا لما كنت تحت سنترال. ما كانتش طاقة حركة لأ، كانت أقرب لعدد مهول من الناس مرعوبين. نرجع تاني لأبطالنا. الجنرال ميرا بتاخدهم للحفرة اللي الوحش عملها يستكشفوها. بيفضلوا يمشوا والطريق ما كانش ليه آخر. بتقول لهم حلو قوي لحد هنا، وكمان مفيش حد ممكن يسمع أي حاجة. أنا عايز أعرف كل حاجة، وكل حاجة بمعنى كل حاجة. بالفعل العيال بيعرفوها القصة كلها، وعن أصل قائد الدولة والأب واللي بيحصل في سنترال واللي حصل في إيشيبال. بتسأل إدوارد عن الحفرة دي وإيه اللي ممكن يكون جاب الوحش ده لهنا. بيفكر شوية وبيشوف مسار الطريق، بيستنتج إنها مش من دراخنا وإنما محفورة بشكل دائري عملاق، لأن الدايرة هي شيء أساسي لتوزيع الطاقة في علم الخيمياء.
بيبص على الخريطة ويرجع يفكر. بيسأل الملازم فالمان عن الأحداث اللي حصلت في المنطقة وتابعها على طول سفك. محدش بيكون فاهم حاجة. أحداث إيه اللي حصلت في المنطقة وسفك إيه ده؟ محدش فاهم حاجة، بس بيبدأ يقول له حادثة ريفر 1588، حادثة كاميرون 1661، حادثة سوبمان 1799، حادثة ويزلي 1811، أول حرب على الحدود الجنوبية 1835، الحرب الثانية مع الحدود الجنوبية 1911، بين ديلتون مع كريتا، وانتفاضة ليور 1914. أي نعم الكلام غريب مريب مش فاهمين منه حاجة، بس العيال بيتصدموا. انتفاضة ازاي؟ احنا بلغنا القوات الشرقية بعد ما كشفنا الكاهن. قال لهم قوات سنترال جم وطردوا القوات الشرقية على أساس انهم هيسيطروا على الموقف، وبعدها حصلت الانتفاضة. بيتضايق ولكنه بيكمل شغل، وبعد ما ربط الأماكن كلها ببعض هنا كانت الصدمة. الخريطة بقت دايرة تحويل عملاقة، وده نفس الشكل اللي كان في المختبر الخامس. الناس دول مجانين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. دول ناويين يحولوا البلد كلها لحجر فلاسفة، هيضحوا بملايين الأشخاص علشان حجر واحد. بس ليه يا ترى؟ وإيه السبب ورا كل ده؟ بيرجع يكمل بحثه وبيفهم ان اول حادثة حصلت من يوم اكتشاف الدولة، وكل الحوادث دي اتدخل فيها جيش سنترال، والمكان الجاي اللي هيكون فيه دم هو الشمال عندهم. لسه بيفكروا بيجي لهم خبر الجنرال رايفن موجود وعاوز الجنرال ميرا. هم بدأوا خطتهم بدري كده ليه؟ الاخوان بيطلبوا منها تستخرج منه شوية معلومات، وفعلا بتطلع تتكلم معاه وتجره في الكلام. بتعرفوا ان في وحش خالد هجم عليهم، وان الاخوان إلريك موجودين هنا وطلعوا عارفين عنه، بس مرضوش يعرفوها اي حاجة، وان نفسها تبقى عندها نفس قوة الوحش ده، ألا وهي الخلود. وهنا وقع الفاس في الراس. الجنرال بيعرض عليها جيش من الجنود الخالدين. نسيبهم شوية وننزل للنفق. فريق الاستكشاف بيحاول يوصل لمركز القيادة، بس مفيش أي إشارة. بيطلب من ضابط إنه يرجع علشان يبلغهم في الحصن. الضابط مشي من هنا والدنيا كلها قلبت سودا. في شيء غريب في المكان أكل كل الضباط. الأخبار بتوصل للجنرال ميرا، والشلة بتاعتنا بيسمعوا. إدوارد بيعمل حبل علشان يربطهم. بوكانير بياخدهم وهم في الطريق بيقابلوا مايلز ومعاه كيمبري. ده هو الخيميائي القرمزي ضيف الجنرال ريفن، وإدوارد بيفتكروا من القصة اللي اتحكت له عن إيشيبال. الجنرال بتوصل لمكان الفتحة. الضباط بيعرفوها انهم فقدوا التواصل مع فريق الاستكشاف. الضابط اللي كان جاي هو كمان مفقود، مفيش غير حصانه اللي رجع ودراع الضابط. لسه هتحضر فريق انقاذ، بس الجنرال ريفن بيوقفها. الحفرة دي خطيرة جدا. قوليلي بقى فين الوحش البيولوجي اللي قلتيلي عنه؟ احنا لازم نرجعه هناك ونقفل الحفرة دي. لسه هيعترض، بس ده بيقول له انا بتكلم مع الجنرال، مش القانون هنا اسمع اوامر الاقوى وصاحب السلطة برضه ولا ايه؟ فعلا بيجيبوا الهومونكورس اللي كان في التلج. اول ما بيصحى ريفن بيكلمه. صبح يا عم سلوت، انت لسه نايم؟ الوحش ما بيكونش عارفه، بس قال له انت مش كان عندك شغل برايد كلفك بيه؟ روح كمله. اول ما الوحش بيسمع اسمه بينزل الحفرة تاني وبيرجع يكمل حفر. بس هو مين برايد ده بالظبط؟ وكمان مش سلوت ده اللي احنا عرفناه قبل كده؟ مش ده اخو برادلي وانفي والشله ولا ايه؟ الجنرال بيقول لهم ان الشيء ده من ضمن قوات سنترال، وهو حاليا شغال في مهمه سريه علشان يخلي البلد دي احسن. ودلوقتي سدوا الحفره دي، ويا ريت محدش يخرج السر ده بره. بعد ذلك بأيام بيكونوا لسه بيسدوا مكان الحفرة، وريفن بيكلم ميرا. ما كانش قدامنا حاجة نعملها لفريق الاستكشاف، وكده كده مصيرهم هيموتوا. المختارين زينا لازم ما يفكروش بالناس اللي أقل طبقة. احنا هناخد أجسام خالدة. الضعفاء هيكونوا أساس قوتنا، بينما احنا قاعدين بنزدهر فوقيهم. ميرا خلاص جابت آخرها من الكائن اللي جنبها ده، ولا منه بشري ولا منه وحش حتى. بتقطع له دراعه. انت خايف تعجز يا عم ريفن مش كده؟ انا هخليك تعيش شبابك في حياة البرزخ بقى. العجوز ما بيكونش فاهم ايه اللي حصل للبت الكيوت اللي كانت بتكلمه. لسه هيطلع السلاح، بس دي بتشق النصين تجيبه على الارض. بيقع في الاسمنت وبتقول له مش انت كنت عايز تبقى خالد؟ انا بقى هخليك خالد في ارض الدولة حرفيا. بتطلب من العمال يكملوا سد في الحفرة، وبتوصل رسالة لمايلز ان المهمة اكتملت. الواد كان قاعد مع كيمبري، يا عيني لا طايق نفسه ولا طايقه، عايز يخلص عليه وده كل شوية بيستفزه.
عايزه. مايلز بيعرفه ان الجنرال ريفن مفقود ومحدش لاقيه. بيقول له حلو قوي كده بقى، انا هقدر اتصرف بحريه بعيد عن العجوز ده. بقول لك ايه، حضر لي بقى انت عربيه علشان عاوز اروح للمركز اللي في الجبل، وما تنساش ان اي حاجه بعملها هي توازي اي حاجه بيعملها القائد، وده امر شخصي منه. العيال في السجن بيجي لهم خبر موت ريفن. بعدها كيمبري بيدخل عليهم، وحشتوني وحشتوني، ايه يا معدني مش مبسوط انك شفتني ولا ايه؟ انا حتى جاي لك ومعايا ضيف عزيز عليك. وساعتها بيطلع له وينري، بيقول له القائد كان قلقان عليك جدا لما عرف انك هنا، وقال يبعت لك الميكانيكيه بتاعتك. الكلاب قاعدين بيلووا ايد الاخوين بالحاجه الوحيده اللي في حياتهم. وينري بتبدأ تظبط أطراف إدوارد، وبتلوم لأنه ما قالهاش إنه جاي هنا، بس هو بيحاول يفهمها إنه ما كانش عايزها تيجي. طلع إن كيمبري ضحك عليها بكلمتين واستعطفها بأهلها، وهي زي المغفلة صدقته وجت هنا عادي. بتخلص له إيده وبتكون أخف من المعتاد وبنفس القوة، وبوكانير بيدخل عليهم بنموذج جديد. وينري بتعجب بالنموذج ده وبتاخد جولة في المكان عندهم، والواد يا عيني بيكون مرعوب عليها. نسيب الكتاكيت دول ونروح للجنرال. بتكن عنده حفرة المعدني عملها بدل اللي اتسدت، وده علشان ينقوا فرقة الاستكشاف. بوكانير بياخد معاه مجموعة وبيطلب من الجنرال انهم لو ما رجعوش في خلال كام ساعة يسدوا الحفرة دي نهائي. اما هي بتوصي جنودها ان لو حد في يوم من الايام اكتشف اللي حصل لريفن يرموا اللوم عليها هي ولا كأنهم يعرفوا حاجة. بينزلوا يستكشفوا المكان، وهناك بيلاقوا 2 من الضباط. الاتنين كان شكلهم مخطوف ومرعوبين حرفيا. بيسألوهم عن الباقي وبيعرفوا منهم انهم اتقتلوا من الظلام، والكائن الغريب اللي قتل الجنود كان لسه في المكان. لسه هيهجم عليهم تاني ولكنه بيتردد ويرجع تاني. بس يا ترى هو الكائن ده ايه علاقته بالهومونكروس؟ نرجع بقى لعاصمة المصائب سنترال، وتحديدا عند الملازم ريزا. بتروح لبيت القائد علشان تسلمه شوية ملفات بس ما كانش موجود. فجأة بتحس بحضور غريب في المكان، نفس اللي كان موجود عند الجنود من شوية، وأول ما بتلتفت بيطلع سليم. بيتكلموا مع بعض شوية والخادم بياخده علشان ينيمه. الملازم بتقول لأمه بس ابنك ذكي ما شاء الله عليه يعني. ردت عليها أكيد يا حبيبتي، خصوصا إنه قريب برادلي، يعني عنده نفس الدماغ. لحظة كده، قريب برادلي ازاي يعني؟ هو مش قريبك انتي؟ قالت لها لا والله. وهنا وقعت الصدمة. الملازم بتخرج من عندها وهي بتفكر، القائد من صغره وهو متربي كمشروع وتجربة، يعني ملوش قرايب. من الآخر كده مقطوع من شجرة. ازاي سوريم يكون ابن واحد من قرايبه؟ وايه الإحساس اللي أنا حسيت بيه من شوية ده؟ وهي بتفكر بيطلع من وراها صوت بيقول لها اكتشفت الموضوع مش كده؟ مش عارف أعمل ايه مع مرات أبويا دي، بس هي بتحب الرغية، هعمل لها ايه؟ بتقول له أنا حسيت بشعور سفك الدماء من شوية، ودي مش أول مرة، حسيت بيه قبل كده لما الهومونكروس هاجموني. انت مين بالظبط يلا؟ الظل بدأ يتحرك في كل مكان، والملازم مش بتتحرك لأن أي غلطة محسوبة عليها. انت جريئة قوي علشان تسأليني عن هويتي الحقيقية، بس خليني أعرفك عن نفسي أكتر. أنا برايد، الهومونكروس رقم 1. بيحوطها بالظلال وبدأ يضغط عليها. متأكدة إنك مش عايزة تبقي واحدة مننا؟ الملازم بذكاء قالت له أنت عاوز بياضك زيادة وخلاص مش كده؟ عموما اعمل اللي أنت عايزه، بس ما أعتقدش إنك لما تقتل رهينتك هتستفاد حاجة. بيرجع ظلاله تاني وبيقول لها أنا هفضل أراقبك في ظلالك دايما، وبيختفي من المكان. نرجع تاني للحصن عند القرموزي والمعدني. بيطلب منه انه ينضم له بأوامر من القائد، وعنده 3 مهمات. الأولى انه يدور على سكار معاه والقرموزي هيخلص. التانية يدور على الدكتور ماركو والقرموزي هيتعامل برضه. والتالتة الأصعب بينهم، إقامة مذبحة جماعية في الشمال. موقعهم الأخير لتنفيذ خطتهم الأكبر. المعدني بيقول له أنت عبيط يلا، أنت عارف هم ناويين يعملوا إيه وإيه خطتهم؟ أيوة عارف، وعايز أستمتع باللي هشوفه. مش فارق معايا مين يموت ومين هيعيش طالما أنا هعيش في الآخر. بس خليني أقول لك إنك لو وافقت هتاخد الحجر ده بالظبط، حجر الفلاسفة. كل اللي إدوارد محتاجه علشان يرجع أجسادهم، ولكن الشيء ده كان سبب في قتل آلاف الأشخاص. بيطلب إنه يكلم وينري وألفونسو، بيعرفهم إنه هيشارك معاهم، وبيعرف وينري إنها رهينة في الأساس. مطلوب منه يشارك في إبادة جماعية مقابل الحجر، وبيسيبهم ويمشي. ما بيكونوش فاهمين أي حاجة، بس اللي متأكدين منه إن إدوارد مش هيعمل حاجة غلط. بياخد أخوه وينري معاه، بيروح
بيروحوا الأول مكان سكار شوهد فيه، مدينة صناعية مهجورة. بيتقسموا المجموعات علشان يدوروا عليه. الأخوين إلريك ومعاهم مجموعة جنود بيراقبوهم. العيال بيقدروا يهربوا بالخدعة والمهارة وبيبدأوا هم في مهمة بحثهم عن سكار وماي. بس يا على الصدف، ماي هي اللي بتلاقيهم. الدكتور ماركو ويوكي هم كمان بيطلعوا لهم، وإنري بتكون مستخبية جوه جسد ألفونسو علشان تكون معاهم وتحت حمايتهم. بيلاحظوا اختفاء وينري في المعسكر، والرائد مايلز بيقرر يدور عليها وبياخد مع الجنديين. أما بالنسبة للفار اللي الكل بيدور عنه، كان قاعد بيدور على مؤن علشان رحلتهم. في 2 بيلاقوه. انت بقى سكار اللي مدوخهم، هتيجي معانا دلوقتي علشان القرمزي عايزك. سكار بيقول لهم وبقى انتوا الاتنين اللي هتقبضوا عليا لوحدكم، ده انا لو عندي نص ثقتكم دي هحكم العالم. بس دول بيضحكوا، لو كنا بشر عاديين يا حبيبي كان ممكن تقول كده. فجأة اجسادهم بدأت تضخم واشكالهم تتغير لحد ما بيتحولوا لوحوش كاميرا. الله الله، هما مش كانوا هومونكروس بس، نزل ابديت الكاميرا دلوقتي يعني. اما الاخوين بيكونوا قاعدين مع باقي الشله وبيعرفوهم على كل اللي حصل واللي اكتشفوه، وانهم دلوقتي عاوزين يتعلموا الفنون التطهيريه. وبالمقابل ماركو بيعرفهم عن مذكرات اخو سكار اللي اكتشفت حقيقه الخيمياء من بدري. كان كاتب كل شيء في ملاحظاته، والوحيد اللي يقدر يساعدهم على فهمها هو سكار. وده بكل بساطه لانه جزء كبير منها مكتوب باللغه الإيشيبيالية القديمه. وهم قاعدين فجأة بيسمعوا انفجار من المكان اللي هو فيه. الأخوان بيطلبوا منهم يستخبوا وهم هيروحوا يشوفوا فيه ايه. بنسبقهم احنا وسكار كان بيحاول يضربهم لكنه مش قادر. الوحوش دي سريعة جدا مقارنة بحجمها. المصيبة الأكبر انهم بيعتمدوا على القتال من بعيد عن طريق الحمض أو الأشواك، وهو قتالاته كلها مدها قريب. بيحاول يهرب ويكسر الأرض من حواليه ولكنهم حافظينه كويس وبيثبتوا ايده في الأرض. مش انت برضه بتكسر الأرض تحتك لما تيأس؟ احنا هنقبض عليك بس قبلها هندعكك يلا. في اللحظة دي الأخوان بيدخلوا، ما بيكونوش فاهمين ايه الكائنات الغريبة اللي قدامهم، بس الأصوات دي ما كانتش غريبة عليهم. دول الجنود اللي القرمزي جابهم من سنترال. بينزلوا فيهم ضربة على أساس إنهم وحوش وما يعرفوش هم مين، ودول هيتجننوا. الخنزير بيحاول يضربه بلعابه بس المعدني كان أسرع منه وبيقدر يضربه. الأطراف الجديدة أخف من القديمة بمراحل، وده اللي بيديله سرعة مجنونة مقارنة بالشخص العادي. بيرجع الخنزير يحاول تاني وبينجح يثبت دراعه، بس على مين يا حبيبي؟ بيحاول يلعبوا الجزيئات ميه وبيرميها على ظهره. في ساعتها بتتجمد وعلى طول بيزق ألفونسو عليه، وده علشان يوم ما يفك منه جلده ويروح فيها. الله عليك يا ابني وعلى ذكائك. التاني بيقوم له لسه عاوز يتحول علشان يثبت له انه واحد من الجنود، قام المعدني استغل الفرصه وفقله. ألفونسو هو التاني وقع التاني. دلوقتي جه دور سكار، بيهجموا عليه وبسبب الطرف الجديد سكار ما بيقدرش يعمل حاجه. الواد بيغفله وبيرميه بعيد وعلى طول بيرجع لعادته القديمه ويكسر الارض من تحتهم. لسه بيستوعبوا اللي حصل وفي ثانيه كان قدامهم، لسه خلص عليهم بس فجاه وينري بتوصل للمكان وبتقول له يقف. بتشتت اللحظه والعيال بيهجموا عليه وبيدوا له في الحيطه. بتعملي ايه هنا يا هبله؟ المكان ده خطير. وفي نفس الوقت ده مايلز واللي معاه بيوصلوا على المكان. بيفهموا ان وحوش الكاميرا اللي على الارض دول هم جنود سنترال، والرائد بيقول لهم انه هيتولى كل حاجه من هنا. بس وينري بتطلب انها تكلم سكار وبتقول له انت قتلت اهلي ليه؟ قال لها اي حاجه هقولها دلوقتي هتبقى حجه مش اكتر. نسيبهم شويه ونرجع للحصن عند اخواتنا اللي محبوسين تحت الارض. ساعتهم بتكون عدوا مش عارفين هم هيخرجوا ازاي. بوكانير بيطلع وبيقعد يخبط بس مفيش فايده لحد ما الباب بيتفتح. بيفهم ان الجنرال ادت للجنود ساعه بايظه علشان وقت ما الفرقه توصل يفتحوا لهم. الست دي من بره صخر ومن جوه قطن. الرائد بيطلع يشكرها وفي الوقت ده بيجي لهم كتيبه. الشخص ده بيعتذر لها انه جه من غير ميعاد بس في حاجه كان المفروض تبلغ عنها. نرجع تاني للمدينه المهجوره. بيحصل انفجار في المكان اللي فيه سكار والرجاله. على طول القرمزي بياخد باله وبيروح هو والجنود وبيلاقي المعدني خارج من المبنى. بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ مش قلت لك خلي بالك من وينري؟ القرمزي ما بيكونش فاهم حاجه، بيبص على سطح المبنى وبيلاقي سكار شايل مع وينري. وإلى هنا يا صديقي ينتهي القسم الثاني من الخيميائي المعدني. بس هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وازاي سكار قدر يهرب منهم؟ ايه اللي جاب وينري معاه؟ مين الناس اللي جم للحصن دول؟ وهل يا ترى هيقدروا الهومونكروس ينجحوا في خطتهم ولا المعدني هيردعها؟ كل ده واكتر هنعرفه في القسم اللي جاي من حكاية ادوارد. ولكن الى هنا تذكر دوما انه ان كان لنا بقاء فإلى اللقاء.